مين اقرب ام كانت ليكي؟ اول واحده كانت هويدا دي مامة وائل. دي بقى لما مشيت انا جالي انهيار صراحه، لان هي كانت ونعمه الاخت ونعمه الصحبه، وكانت تفكيرها ودماغها شبهي شويه، يعني دماغنا كانت قريبه من بعض حبه. بعد ما مشيت وسابت البرنامج ريبيكا بقى، عسل البرنامج. ريبيكا دي بقى بصي اكتر من الاخت كمان. ساعات كانت تقوم تقعد معايا، اخدت علاجك، اكلتي، شربتي، يعني كانت بتهتم بيا اكننا اخوات، مش اتنين من كل واحده من بلد مقابلين بعض في برنامج، لا. يعني دي من الناس صراحه اكتر ناس يعني كانوا قريبين. الباقي كله كان قريب، بس فكره كل واحد كنت برتاح معاها، يعني في الكلام، في المعامله، في القعده، يعني اكتر اتنين كانوا بالنسبه لك عامه. هويدا وريبيكا وسعاد برضو ونوره واميره، كلهم حلوين على فكره، وناس طيبه وناس محترمه ومن بيوت كويسه، مفيش ام فيهم واحده وحشه. اوكي، خلينا نطلع بره اسئله داخل البرنامج شويه. انتي شفتي التجربه لمصطفى عامله ازاي؟ غيرت من مصطفى، غيرت منك انت نفسك؟ عشان ده سؤال. انتي عشتي هناك فتره كبيره ورجعتي من هناك، اكيد في حاجات كتير مثلا حسيتي ان هي غيرت. اكيد اتعاملت مع ناس تانية من بلدان تانية، ولقيت اسلوب كلام جديد عليا، ناس جديده عليا، لغات كنت ساعات ما بفهمهاش هما بيتكلموا اكتر وقت كنت اقول لهم وضحوا الكلام واتكلموا بالراحه عشان افهم. دي يمكن ده حاجه من الحاجات اللي انا حابب اوضحها. انا في حلقه من الحلقات قلت فيها يا جماعه محتاجين نختار لغه واحده نبدا نتكلم بيها عشان نبدا نفهم بعض شويه. اللغه البيضاء، ما اللغه البيضاء، بس كانت اللغه البيضاء بالنسبه لنا برضو صعبه شويه. يعني انا كانت بالنسبه لي موضوع اللغه البيضاء كان اصعب شويه لان كنت اول مره اتعرف عليه. بس ده مبرري الاول. مبرر تاني، انا قلت دوت قبل كده في لايف، ان انا بقالي 12 سنه كنت عايش عيشه نصها يعتبر فلسطينيين في حياتي. عندنا قرايب، صحابي، ناس كانت في حياتي قبل كده وكده. فده غصب عني كان بيخليني اتكلم برضو ساعات غصب عني، مجرد ما بسمع لهجه تانية بقلب غصب عني. بس انا اسكندراني، يعني قبل ما اقول انا مصري طبعا، بس انا اسكندراني زي ما بيقولوا. فانا لهجتي اسكندراني، بقول يوم الاربعاء عادي، وبقول طلعنا ونزلنا، وبقول كل حاجه فحبيت اوضح بس عشان في ناس كتير كانت زعلانه. بنحب الكلش من العراق ونحب الكلامش وصرحتش. انا مش عارف ليه بقراها زي، بس هم كاتبين كده. ده حد من العراق. يعني ياكوشا ديت، يا رب اكون بقول الاسم صح، من الناس اللي بتعمل لنا فيديوهات انا وانتي كتير، وحقيقي فيديوهاتها لطيفه الصراحه. الحمد لله. خلونا نقرا سؤال تاني. الحمد لله. الحمد لله. موضوع السفر ليكي للموضوع كان مخيف ليكي انك هتسيبي بلدك وتروحي بلد جديده وبتاع؟ اكيد. طيب اوكي، لما وصلتي هناك الفريق بتاع الانتاج والناس والمعامله يعني اول يوم كنت متوتره طبعا وقلقانه. ميرسي. فلما كلمت طبعا صاحب البرنامج واحنا بنموت فيك والله، والناس اللي هي المترجمه، ماما جايه لكم قريب، حد من السعوديه بيقول لك احنا بنحبك. ان شاء الله اجي عمره باذن الله. باذن الله. اجيب انا ومصطفى ونجي ان شاء الله. كمل. صراحه كانوا بيعاملوني احلى معامله، كانوا بيخافوا عليا، كانوا مهتمين. يعني انا كنت حاسه ان انا بتعامل كمان احسن من اي حد منهم. والبنات هناك كانوا جمال، انا حبيتهم. هي بتتكلم على فريق الانتاج مش البنات المشتركين. هم المشتركين طبعا كانوا كويسين مع الامهات. المترجمين، مترجمين، فريق انتاج، كله عامه. مخرج، كله صحاب البرنامج عامه، كل اللي كانوا شغالين في البرنامج صراحه كلهم اسلوبهم حلو وناس شخصياتها محترمه. بصراحه لما كنا بنحتاج اي حاجه الناس ما كانتش بتبخل. ساعه ما اقول لو قلت دماغي وجعاني يجيبوا لي دكتور وييجوا يبصوا عليا. في حد كاتب لك دمك خفيف وعسل، ربنا يحميكي ويخليكي لمصطفى والليا، واحسن ناس هم الاسكندرانيه. في كلام كتير، مسج كبيره بس مش باينه لي. ميرسي. اوكي، خلونا ناخد سؤال تاني. سؤال تاني لتوتا. ساعات بحس ان انا معلش على مهلك. سؤال تاني لتوتا. في اسئله مش هينفع اجاوب عليها طبعا، لان مش هينفع، مش عايزين نسبق الاحداث، مش هينفع خالص.
بس بيقول لك في سؤال سوسه شويه بس اوكي. سوسه شويه يعني حد بيتسوسن شويه. ايوه بالظبط. في حد بيقول لك هل في حد من البنات عمل حاجه او في حد اتعرض معاكي الموقف يخليكي تندمي ان انت رحتي؟ لا. انا صراحه يعني انا اي بنت وضعها ما كانش بيعجبني كنت بقعد اتكلم معاها وبفهمها ان ده غلط او ده صح، وفهمها ان ده حرام او حلال. كانوا بيسمعوا مني حرام يعني ما كانوش بيتضايقوا، كانوا حابيني. ده اللي كان قدامي بقى. بس انا ما اعرفش طبعا جواهم اذا كانوا بيتضايقوا من كلامي او كانوا بيقبلوه بجد، الله اعلم. بس انا والله كنت بكلمهم زي بناتي عادي. انا كنت بخاف عليهم مش اكتر، لان احنا امهات. فانا حطيت نفسي ان انا مثلا اي بنت من الموجودين انا بدل امها المفروض احافظ عليها واخاف عليها. فده اللي انا كنت بتكلم معاه فيهم طول الوقت. ماشي. خلونا يعني مش عايز اخد الاسئله كلها من الريكوستات اللي جت على الانستجرام. خلونا نثبت شويه اسئله هنا، نسال سؤال. بس حابب اوضح برضو حاجه. ماما طلعت كده في مشهد وانا برد بقول تحت ان ماما مثلا مش هتختار حد عشان عارفه ان انا بخاف من الملونين. انا ما كانش قصدي اي حاجه بكلمه ملونين على اي حد، ما كنتش بقصد حد تحت، بس كنت بتكلم على فكره ان انا اكتريه الوقت بحب اللاتينوز اكتر. فبحب البنت اللي جسمها او بشره الجسم نفسه بتكون دارك شويه، مش البيضه قوي خمري زي ما ماما بتقول. عشان بس في ناس خدت الموضوع غلط ولا وانت قلت ومش عارف ايه. يعني بعيد عن الموضوع راح ازاي، بس انا طبعا لازم اوضح دوت عشان الناس. انا ما كنتش بعمل اي حاجه او بقول اي حاجه بتجادج على الناس. ولما كنت بقول تشوك والكلام دوت كان قصدي على حاجه معينه احنا كشباب كنا متكلمين فيها على حد، مش حد معين بس عامه في الحاجه تشوك اللي هو حاجه كتير قوي وحاجه قليله قوي ما بيننا وما بين بعض، مش على البنات. عشان برضو في ناس فهمت ان انا بتكلم على البنات وبلا بلا بلا. بص يا مصطفى هو بص العبره ولا بالشكل ولا باللون ولا بالحاجه، اهم حاجه الاخلاق، طبع البنت. ده اللي انا كنت بقوله دايما للبنات. يعني انا ما كانتش فارقه معايا اذا كانت حلوه او وحشه، بيضه سمراء، اهم حاجه اخلاقها وربايتها، تربيه بيتها. هي جايه من بيتها ربايتها ايه؟ لان اهم حاجه في البنت ان طبعها يبقى كويس، اسلوبها حلو، تحترم الراجل اللي هياخدها. انا بقى من طبعي بحب الست تحترم الراجل. في حد بيسألك سؤال بيقول لك بعد عرض الحلقات دي اتغيرت نظرتك في مواقف معينة شفتيها؟ كتير بس مش هقدر اقول. تقولي لي انت؟ لا. ليه؟ كده. ليه؟ انا لا. انا اساسا لا اساسا في حاجات ما ينفعش اقولها. اوكي. بس كنت بتكلم مع يعني صحاب الموقف اللي كان بيضايقني، كنت بتكلم بره التصوير عشان ما يحصلش زعل بيننا وبين بعض. لان انا كنت قاعده الشهرين دول عايزه على قد ما اقدر ولا اتعصب على حد ولا اعمل مشاكل مع حد. في حد كاتب لك سؤال حلو بيقول لك لو بعتولك مره ثانيه انت ومصطفى تشاركوا بمعنى اصح يعني لو هتتعدي التجربه دي تروحي؟ لا. ليه؟ انا ما اروحش. انت عايز تروح روح. ليه؟ ايوه ما كفايه التوتر يا مصطفى اللي شفته. عشان التوتر. اوكي. طب وضحي ده وهتقولي عشان التوتر. يعني تخيلي 24 ساعه انت قدام كاميرا وتصوير وناس، وانك قاعده خايفه تتكلمي كلمه تزعلي حد اعملوا شير شويه لللايف يا شباب. فالحاجه دي كانت جديده عليا وكانت خضاني شويه، بس يعني يوم بعد يوم كنت بتعود. طيب خلاص ما انت اوريدي اتعودتي بقالك كتير يعني هتبقى رايحه وفاهمه الدنيا. بس بيتهيألي يعني الموضوع مش هيتعاد تاني يا مصطفى خلاص. يمكن هو سؤال عادي، هو ساعات بيعملوا فرصه تانية حاجه اسمها فرصه بس تانية. ما ينفعش البرنامج يتعاد بنفس الشكل تاني، هيبقى بايخ. مش فكره بايخ، ما هو بيغيروا يعني بيبقى في حاجات متغيره يعني. هي الاساسيات البرنامج بيبقى ثابت. ريتا مثلا في سؤال كان وصلني بيقول علاقتك ايه بريتا؟ لا دي كانت حبيبتي بجد، وانسانه محترمه وكانت بتحترم الامهات. ولما كانت تلاقي ام متضايقه صراحه كانت تتكلم معاها انت حاجه مضايقاكي، يعني كانت واخدانا كلنا امهات. فانا ليا محبه يعني في قلبي ليها خاصه شويه، لان هي ست كويسه جدا ومحترمه. يعني اللي قعد معاها
واتكلم معاها غير اللي بيشوفها مثلا في برنامج او مسلسل او حاجه. هي بني ادمه جميله جميله، وانا بشكرها على كل حاجه حلوه هي عملتها معايا صراحه. طيب حلو. لو هي سامعاني وشايفه دلوقتي ان شاء الله هيوصل لها اكيد. في ناس طبعا بتسجل اكيد هينزل، وريتا اكيد هيوصل لها. بس يا جماعه خلوني اقول برضو فيدباك برضو، ريتا من الناس الجميله. ساعات بيبان في اكشن شويه في الشاشه وبتاع، بس ريتا حلوه قدام الكاميرا وبره الكاميرا. ريتا من الناس الجميله لا قوي. روحها جميله، روحها جميله يعني ومتواضعه على فكره جدا، مش حقيقة. متكبره خالص. في سؤال بيقول لك قولي شخص كان اكتر شخص قريب لمصطفى واكتر شخص كان قريب لطنط عطيات من البرنامج. من الشباب ولا اللي بيشتغلوا؟ لا احنا مالنا باللي بيشتغلوا، وما يعرفوا منين اللي بيشتغلوا. الانتاج يعني ولا اصحابك؟ من صحابنا يا ماما، هيعرفوا منين الانتاج هم؟ بص هو كان وائل، كنت بحبه جدا. لما داني جه صراحه انا حبيته، وكان صاحب كويس، ما كانش وحش حرام يعني، كان كويس. داني يعني مثلا لو حد ضايق مصطفى او حاجه كان بيقف معاه، يعني حسيت ان هو اخوه، يعني كان ولد كويس صراحه. هم كلهم طيبين، كل الشباب طيبين جدا، وبالذات اسمه ايه؟ وليد ده بالذات. وليد ده كان مشكله اساسا. انا كنت بقى هم كلهم كويسين ومحترمين، بس داني كان قريب من مصطفى شويه. هو كان اكتر حد فعلا قريب مني هناك في البرنامج. كان يعني ساعات كنت بحس ان هو شبه مصطفى شويه. دي حقيقة. طيب انتي قلتي كده اوريدي مين كان اقرب اتنين ليكي، فانت ممكن تقوليهم تاني عشان السؤال. في الامهات كانت الاول هويدا دي. بصي كانت اختي مش صاحبتي في برنامج، ولغايه دلوقتي انا بحبها جدا على فكره وبكلمها. وربيكا صراحه. السؤال اللي جاي ده هتجاوبي عليه او لا؟ ماشي. بيقولك لقيتي كلمتك في البرنامج لمصطفى؟ اوكي ماشي. خالتي عطيات حبك زميلة من الكويت. في حد من الكويت بيقولك ان هو بيحبك جدا. وانا بحبكم. اوكي. سؤال تاني يا شباب، مش عايز اقرا الاسئله اللي هنا كلها يعني، خلونا نقرا من هنا ومن هنا. في سؤال بيقولك لو هتنصحي نصيحه للبنات هنا في اللايف، ولو هتنصحي نصيحه للشباب، تنصحي تقولي لهم ايه؟ للبنات البنات اللي كانت في البرنامج وبره البرنامج واللي ما بعرفهمش واعرفهم، يا الله. اي بنت بالنسبه لي، انا البنات غاليه عليا قوي، وعارفه يعني عندي البنت اكنها جوهره غاليه، لازم تخاف على نفسها، لازم تحافظ على نفسها، وما تامنش لاي حد يتكلم معاها، يعني مش مجرد شاب يضحك في وشها او يكلمها ان هو خلاص ده هو. في حد بيقول لك انت فاكره في البرنامج. فانا بقول للبنات خلوا بالكم على نفسكم، حافظوا على نفسكم، خلوكوا دايما تطلعوا بصوره محترمه وكويسه، اي بنت في اي حته. والشباب برضو يعني لو عرفوا بنت او حبوا يتعرفوا يتقوا الله فيها ويحافظوا عليها، يحطوها اكنها امهم او اختهم، زي ما بيخافوا على امهم واخواتهم البنات يخافوا على البنت اللي هم بيتعرفوا عليها. يقول لك مين اللي كانت مقربه ليكي من البنات في اول اسبوع؟ خلينا نقول في اول اسبوع. شيماء. اوكي. سؤال غيره. في سؤال شفته بس هو ما لحقوش يثبتوه، هو موجود هنا وموجود اوريدي متكرر هنا. بس خلينا نشوف اسئله تانية الاول، خلي السؤال ده في الاخر مش عايزين نحرقه. في سؤال معين خلينا ناخده، ممكن نغير السؤال ما نفضلش مثبتينه كتير. ماشي. كان بيقولوا ان كان في تعليق كتير على البنات في الاول، فانتي كنت شايفه ان تعليق الكتير دوت على البنات في الاول زعل حد منهم؟ لا، لما كنت بتكلم معاهم لبسكوا وضعكوا خلوا بالكوا، الشباب اللي معانا هنا برضو انتوا ما تعرفوهمش لسه، انتوا لسه بتتعرفوا عليهم، ما تأمنوش قوي، ما تدوش الثقة قوي، لان يعني من شهر او شهرين اكيد مش هتعرفي الانسان اللي انت قاعده معاه
اسلوبه ايه او طبعه ايه. لازم يبقى فيه تمام هجاوب السؤال ده بس هي تخلص. مده اطول. حتى انا اللي عجبتني لابني قلت لها نفس الكلام، قلت لها مش ده ابني بس برضو خلي بالك واتكلمي معاه بحرص وحافظي على نفسك وغلي نفسك لكل ماشي. البنات السؤال صراحه. الجاي دوت هيبقى طويل شويه. هقول لك اسم توصفيه بكلمه واحده. هقول لك كل اسم من بنات توصفي بكلمه. شيماء. انا كنت بحبها جدا. كلمه واحده توصفيها بصفه. كنت بحبها، كانت بتراعي الامهات صراحه. ايوه هتوصفي حد مثلا حنين طيب هم كلهم كانوا بيعاملوني كويس. اوكي. عشان يعني اوفر في الكلام. اوكي حلو ده. طيب ماشي. شيماء يعني كانت بالنسبه لك حبيبتي، هتقولي حبيبتي مثلا. اوكي ماشي. مين؟ ابتسام. ابتسام كانت طيبه وكانت قليله الكلام صراحه، وكنت بحس ان هي بتحبني وعايزه تقرب مني صراحه يعني. اوكي. ليليا. هي ليليا مش وحشه، هي عندها طموح ونفسها تعيش عيشه حلوه. ففي ناس يعني ساعات كانوا بيقولوا لها لا انت غلط وتفكيرك غلط. كل واحد حر في رايه، كل واحد يختار العيشه اللي هو عايشها. اوكي. ما اقدرش اقول لها اكتر من كده. ديانا كانت دلوعه. بس كانت مؤدبه صراحه، يعني ما فيش ولا بنت كلمتنا باسلوب وحش. اوكي. مايا. مايا مين؟ مايا دي السعوديه. مايا اللي كانت بتقعد تتكلم معاك على طول. كانت كلامها قليل قوي معايا، ما كانتش بتتكلم كتير معايا. اوكي. كده عندنا ديانا، مايا، مرام، النونو. النونة. النونة دي انا كنت نفسي اخليها تمشي من البرنامج صراحه. عشان ما كانتش بتتكلم ولا دعوه باي حاجه، يعني ما كانتش باللغه الاسكندراني، ما كانتش سالكه في الموضوع. ما كانتش عارفه تمشي معاهم. مش هي اللي مش سالكه، هي ما كانتش سالكه يعني مش قادره تدخل معاهم، مش يعني مش قادره لا بص، دماغها مش زي دماغ البنات طبعا. هي كانت اصغر سنا وكانت هاديه قوي، وما كانش لها في اي كلام، وكانت طول الوقت قاعده ساكته. ماشي. سيبنا الاخيره للاخير. ايه. مين ايه؟ ايه الجزائريه. لا دي حبيبتي دي عسل، انا بحبها. هي جت في اخر فتره كانت هي اكتر حد قريبه لماما وكانوا بيتكلموا كتير. حتى لما كانت بتبقى متضايقه بص البنات كلهم كانوا كويسين معايا حرام، ما كانش فيهم بنت وحشه. هو بس اللبس والكلام ده انا كنت بكلمهم فيه يعني، ده اكتر مشكلتي معاهم ان هم ما كانوش يلبسوا عريان. ماشي. نثبت سؤال تاني حلو زي دوت نقدر نسأل فيه على ما اخد سؤال من هنا تاني يا شباب. ماشي. لو هتوصفي مصطفى في البرنامج